السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيلم جديد بتدور أحداثه عن بنت أمها بتعمل حادثة وبتدخل في حالة اكتئاب وبيسيطر عليها الشياطين وبينقلوها للعالم السفلي. بس قبل ما أبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع إيون وبنته إينا، واللي كان بيتكلم مع صاحبه عشان يدور له على مربية تقعد مع بنته، وده بعد وفاة أمها. وبيقرروا إنهم ينقلوا البيت جديد، وده كان عشان يغيروا من حالتهم النفسية. واللي بيكون واضح إن إينا مش بتتكلم مع أبوها، وده بعد وفاة أمها. وبيشوف إيون غربان كتير حوالين البيت، وبيلاقي واحد خبط نفسه في الشباك وبيموت. وفي اللحظة دي بيفتكر الحادثة اللي عملها واللي كانت السبب في موت زوجته، وبيطلع العلاج من جيبه، وده كان عشان بيمر بحالة تشنجات كل فترة. وعلى الرغم إنه كان مهندس وليه مشاريع كتير، كان بيتكلم مع الدكتور بتاعه وبيعرفه إنه لازم يستمر على العلاج. وبيقول لإيون إن حالة بنته زي ما هي، فبيعرفه إنه لو العلاج ما جابش نتيجة هيودوها لمخيم الفنون، وللأسف في الحالة دي هينفصلوا عن بعض. وإينا بتكون قاعدة في أوضتها تتفرج على فيديوهات ليها مع أمها، وبتسمع خبط بيكون جاي من الدولاب اللي في أوضتها، فبتروح عشان تفتحه وتشوف اللي جواه. وبعد شوية بتشوف طفلة وراها وبتفضل تصرخ. وبعدين بيروح الأب على صوت بنته، لكن بيشوفها مبسوطة لأول مرة من بعد وفاة أمها، وبتقول له إن هي أصلا ما صرختش. وبيلاحظ إن في إيديها دمية غريبة، ولما بيسألها جبت الدمية دي منين، وتعرف إن هي لقيتها في الدولاب. وبيقلق إيون شوية بس في الآخر بيسيبها لما بيلاقيها مبسوطة. وفي تاني يوم بيشوفها أبوها بتاكل بشراهة كأنها أول مرة شاف الأكل. وبعد شوية بتحضنه وبتشكره إنهم نقلوا للبيت ده عشان لقي صديقة جديدة ليها. وفي شغل إيون بنعرف إنه حصل له مشاكل كتير بسبب تغيبه عنه، وبيرجع على البيت وبياخد علاجه. وبيسمع صوت إينا بتتكلم مع حد في الأوضة، ولكن لما بيروح لها بيلاقيها قاعدة لوحدها، وبتقول له إنها كانت بتألف موسيقى. وبيقول لها إنه هيجيب مربية ليها، وده عشان هيقعد فترة كبيرة في الشغل ومش عايزها تقعد لوحدها. وبالليل وإيون بيشتغل على المشروع بتاعه بيسمع صوت موسيقى جاي من أوضة بنته، ولما بيطلع عشان يشوفها بيعرف إنها أصلا نايمة. وكمان بيشوف الجيتار بعيد عنها، مستحيل تكون هي اللي كانت بتعزف. وقبل ما بيخرج من الأوضة بيشوف الدولاب وهو بيفتح لوحده، وبعدها بيخرج من الدولاب واحدة شكلها مخيف، وبتفضل تجرب عليه وبتذبح نفسها قدامه. ولكن بعد شوية بيعرف إنه كان بيحلم، وبيشوف المشروع بتاعه بيكون متقطع. ولما بيطلع لأوضة بنته إينا بيشوف الدمية بتاعتها متقطعة، والجيتار كمان بيكون متكسر. وبيلاقيها قاعدة في الجنينة، لكن ما كانش شايف إن عينيها شكلها مختلف ومرعب. وكمان إيون بيلاحظ إن إينا بتتكلم معاه بطريقة غريبة وبيزعق فيه. وبعد شوية بتوصل المربية عشان تقعد مع بنته، وبيخرج إيون للشغل بتاعه، لكن بتسمع المربية إن إينا بتزعق في أوضتها وبتكسر كل حاجة، والأكل مش بتاكله وبترميه المربية. وبتلاحظ حاجة غريبة في الأكل وفي البيت، وبيتصل صاحبه بإيون وبيعرفه إن المربية مشت من البيت. فبيعرف إيون إن هو ما قداموش حل تاني غير إنه يوديها لمخيم الفنون. وفي الليل وإينا في الأوضة بتاعتها بتسمع صوت جاي من الدولاب، وصوت حد بيعرض عليهم إنها تدخل معاهم في الدولاب، لحد ما بتتسحب جواه وبيقفل عليها الدولاب. وبينزل إعلان في كل مكان إن إينا مختفية، وإيون بينشر صورها في كل مكان حتى في جسم الشرطة. وفي جسم الشرطة بيعرفوه إن مفيش أي وجود ليها، وحتى كاميرات المراقبة ما ظهرتش فيها. لحد لما بيقرر إيون إنه ينشر فيديوهات ومعلومات عن إينا في مواقع التواصل الاجتماعي. والإعلان عشان يدافع عن الشرطة بيحكي إن أصلا إيون مريض نفسي وبيتعالج، وكمان شاكين إن هو أصلا ممكن يكون قتل بنته. وفي شخص بيكون بيتابع كل اللي بيحصل وبيكون عاوز يوصل لإيون. وإيون بيكون قاعد في البيت والنت بيفصل، فبيطلع على أوضة بنته وبيحاول إنه يدور على أي حاجة تساعده. وفي كراسة الرسم بتاعتها بيشوف رسمة غريبة، وقبل ما بيفتح الدولاب بيسمع صوت خبط على الباب. ولما بينزل بيعرف إن هو فن الاتصالات، وبنعرف إن هو نفس الشخص اللي كان بيتابع الأخبار. وبيدخل البيت وبيبدأ يكشف عن السبب المشكلة بجهاز اللاسلكي. وبيشوف نشاط غريب جاي من أوضة إينا، وبيدخل الأوضة بتاعتها، وهنا إيون بيسمع صوت الباب مرة تاني. ولما بينزل بيعرف إن فن الاتصالات واللي في الأوضة بتاعت بنته بيكون نصاب. وقبل ما بيتصل إيون بالشرطة، الشخص ده بيقول له إنه عارف كل حاجة عن إينا وممكن إنه يساعده، وبيوريه كل الأطفال اللي اختفوا في الفترة الأخيرة، وإن
وإن هم رسموا نفس الصورة اللي رسمتها بنته قبل ما تختفي، وبيوريه فيديو لواحدة بتعمل طقوس غريبة لطرد الأرواح، ودي نفس الست اللي شافها أيون في الحلم. وبيعرف شون إن دي بتكون أمه، وإن أهالي كل الأطفال اللي اختفوا شافوها قبل ما أطفالهم يختفوا، وإن هي أصلا كانت بتحاول تحذرهم. وبيوريه طفلة في الفيديو وبيعرفوا إن هي دي الطفلة الشيطانية، وإن هي اللي قتلت أمها وخطفت كل الأطفال. وأيون بيحس إن هو بيكذب عليها، وبيقول له إن هو مستحيل يصدق أي حاجة من اللي قالها له، وبيطلب منه يطلع من بيته. بس بعد شوية أيون بيعرف إن هو مراهوش حل تاني غير إنه يصدق. وشون بيعرفوا إن الأطفال اللي بيختفوا بيكون قدامهم 49 يوم بس، وبعدين بيسحبوا للعالم السفلي، وإينا فاضل لها 3 أيام بس ولازم يلحقوها بسرعة. وبيعرف أيون إن إينا في عالم الموتى، وإزاي العالمان بيلتقوا مع بعض، وإنهم لازم يمسكوا الشيطانة ويتفاوضوا معاها أو يقتلوها ويرجعوا إينا. فبيروحوا عشان يحضروا الطقوس، وبيعمل دمية من الجيش، وبيعرفوا إن الأطفال بتشد للعب. وبعد لما بيخلص الطقوس بينزل تاني على الصالة عشان يراقب كاميرات المراقبة، وبيعرف إن هي ظهرت في واحدة من الكاميرات، فتحت الدولاب لكن بيتقفل تاني بجوه. ولما بيطلع للأوضة بيعرف إن هي دمرت الدمية، وبيعرف شون إن هي عنادية وبيحط لعبة كبيرة ومليانة دم كتير. وبينزلوا تاني عشان يراقبوها، وشون بيكون نام من التعب، ولكن ايون بيلاحظ ان في كاميرا من الكاميرات فصلت، فبيروح عشان يوصلها تاني. وبيسمع صوت اينا بيكون جاي من الأوضة، ولما بيدخل عشان يشوفها جوه الدولاب مش بيلاقيها جواه. وقبل ما بيخرج من الأوضة بيهجم عليها أطفال شيطانية، وفي السماعات شون بيعرفه إنه هي اللي عملت فيهم الفخ، فبيقول له إن هو لازم يغمض عينه. وبيعرفوا شون طول ما هو بيغمض عينه مش هيقدر يشوفوه، وبيوصف له شون إزاي يخرج من الأوضة من غير ما يفتح عينه، لحد لما طفل منهم بيفصل الكاميرات. وقبل ما شون يقوم ويروح له بيشوف الطفلة الشيطانية بتكون واقفة قدامه، وإيون بيشوف إن هو قرب من الباب، فبيطلع جري بسرعة من الأوضة. وشون بيحاول يعمل الطقوس بتاعته، وده عشان يحاول يسيطر على الكيان الشيطاني، ولكن بتهجم عليه وبتحاول تقتله. ولما بينزل إيون للصالة بيشوف شون وهو مضروب بالسكينة ببطنه، وبينقله بسرعة على المستشفى. وبيعرفوا إن الطفلة الشيطانية بتكون اسمها ميون، فبيرجع يدور في الملفات بتاع الشون، وبيعرف إن هي واحدة من الأطفال المفقودين. وبيروح ميون على العنوان، والناس بتعرفوا إن أبوها عايش في الجبل من وقت ما بنته اختفت. وبيطلع إيون للجبل، وفي نفس الوقت شور في المستشفى بتحصل له تشنجات. وبيوصل إيون لمكان الراجل وبيحاول يتكلم معاه، لكن بيكون رافض إن هو يتكلم. وبيوريه الدمية اللي كانت مع بنته، واللي هي في الأصل بتاعت بنته. والراجل بيترعب منها وبياخدها بسرعة عشان يحركها، لكن بتطلع بنته ميونج وبتحاول إن هي تخلص عليها، وبتلف حبل حوالين رقبته. ويون بيسمع الصوت وبيحاول إنه يدخل الأوضة عشان يشوفه، لكن الراجل بيهجم عليه وبيكون عينه كلها بيضة. ويون بيشوف قصة حياة ميونج لما أبوها قتل أمها وحبسها في الدولاب، وكانت تصرفات أبوها غريبة، وبيعرفها إن الحياة التانية أجمل من الحياة اللي إحنا فيها. وبيفضل يحرق ورق كتير، وبتموت ميونج مخنوقة جوه الدولاب. لكن بيوصل شون وبيلحق إيون وبيعمل طقوس على أبو ميونج، لكن بيتسحب جوه الدولاب وبيختفي للأبد. وفي الطريق بيعرفوا شون إن الطفلة اتحولت لشيطانة وبدأت تخطف الأطفال اللي بتحس بالوحدة. وبيقول لشون إنك اهتميت ببنتك في الفترة الأخيرة، وده تقريبا العمل المشترك كل الأطفال المختفية. وبيعرفوا شون إنهم لازم يدخلوا في العالم اللي فيه بنته عشان يرجعوها، بس لازم يوصلوا لها قبل 30 دقيقة وإلا هيتحبسوا في العالم بتاعهم. وشون بيجهز كل حاجة في الأوضة وبيعمل الطقوس عشان إيون يدخل للعالم الآخر. ولما بيدخل إيون للعالم بتاعهم بتظهر ميونج على هيئة مراته اللي ماتت وبتحاول تقتله. وبيحاول شون إن هو يقفل الدولاب قبل ما الأرواح تخرج للعالم بتاعهم، وده عشان يوقف الطقوس اللي بيعملها. وبيوصل إيون لمكان فيه أطفال كتير وبيفضل يدور على بنته، وأول ما بينده عليها الأطفال كلهم بيتحولوا لأشباح وبيهجموا عليها. وبيشوف بنته بتكون واقفة بعيد، لكن بتظهر ميونج قدامه وبتقول له إن هو مهمل في بنته، ومن دلوقتي هي معاهم، وبتديها سكينة عشان تخلص على أبوها. وشون بيعمل فخ الميونج، وهي إن يظهر أم إيونج قدامها ترجع تاني طفلة بريئة، وقبل ما تروح تاخد أمها بتختفي تاني من قدامها. ويون بيروح يطمن عليها لما بيلاقيها بتعيط، وبعدين بياخدها وبيرجعوا تاني للعالم بتاعهم. والأطفال كلها بتتحرر من سيطرة الشيطانة وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عايز فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.